تصحى من نومك وتفتح عينك في نص الليل، مش قادر تتنفس، وتحس كأن في شبح أو خيال فوق منك وكاتم على نفسك. ويمكن تحس بخيالات غريبة معاك في الأوضة. بيملاك الرعب والفزع، تحاول تحرك رجلك وأطرافك عشان تقوم، تلاقي نفسك متكتف ومشلول ومش قادر تتحرك. فتقرر تصرخ وتنده بأعلى صوت، يمكن حد يسمعك وتستنجد بيه. فتلاقي مفيش صوت طالع لك ولا مسموع. يملاك الخوف أكتر وأكتر، تبدأ تجيلك تشنجات ونفسك يبدأ يقل، وتحس إنك بتتخنق أو إنك بتموت. تعدي ثواني ودقايق وتلاقي إن مفيش أي خيالات أو أشباح بتطاردك، وإنه مجرد كابوس. لو حصل لك كده يبقى ده الجاسوم. الجاثوم أو ما يعرف بشلل النوم على مدار السنين، والناس ربطاه بإنه أرواح شريرة أو جن عاشق وعفاريت بتطاردك وإنت نايم. واتقال كمان إنه جنية عجوزة بتكون فوقك علشان تخنقك، زي ما في قصة روميو وجولييت لشكسبير، وزي ما صدرت في أفلام زي إلين أبدكشن. اتكلم عنه ابن النفيس وابن سينا وفي كتابه قانون في الطب، وقال عنه شلل النوم. وكمان العلماء قدروا يوصلوا لتفسيراته، لكن هاخدك في جولة أعرفك معنى النوم الأول. المتعارف عليه إننا بنقضي تلت أعمارنا نوم بمعدل 8 ساعات يوميا، ومش بنكون حاسين بأي شيء حوالينا. وده طبعا عشان مخنا وأعضائنا ترتاح وتسترخي من مجهودات يومنا. العلماء قسموا النوم لمرحلتين: المرحلة الأولى مرحلة العين البطيئة أو النون رابيد اي موفمنت، ودي بتمثل 75% من مجمل النوم. المرحلة التانية العين السريعة أو الرابيد اي موفمنت، ودي بتمثل حوالي 25%. المرحلة الأولى إن عينك بيكون ثابت وما بيتحركش، ومجرد ما تغيب عن وعيك وتعمل أشياء مش طبيعية بصوت أدهم نابلسي، تبدأ أنفاسك وضربات قلبك وحرارتك يقلوا. حالة الاسترخاء اللي بتدخل فيها عاملة زي سكون بطارية التليفون لما بتوفر طاقتها من استخدام التطبيقات، وده بالظبط اللي مخك بيعمله. بيخزن حوالي 35% من طاقتك اللي محتاجها علشان يجدد وينظم الأعضاء، وكمان الجهاز المناعي يقدر ينتج أجسام مضادة تحسبا لأي جراثيم. وهنا نعدلك 90 دقيقة من نومك، وبكده نقدر نقول مبروك، انت في مرحلة النوم السريع. ودي بقى اللي بيحصل فيها الأحلام وظاهرة الجاسوم. وقبل ما أكلمك عن أنواع ونظريات الأحلام علميا، خليني أقولك إن لأن عينك وأنفاسك وضربات قلبك بتكون سريعة وبتزيد، ومخك بيوصل إشارات عصبية لإفراز مادة الأسيتايل كولين لإرخاء جميع العضلات باستثناء الحجاب الحاجز والقلب وعضلة العين. وعلى سيرة الأحلام، تعال ناخد لفة ونعرف ليه بنحلم. الكاتب سيغموند فرويد في كتابه تفسير الأحلام عرف الحلم على إنه إنجاز مقنع للرغبات المكبوتة، بس طبعا النظريات كلها غير مؤكدة، تقدر تقول افتراضيات. وفي أبحاث كتير حاليا عن المحاكاة وتصوير الحلم نفسه، ويمكن مستقبلا يفيد الدول بشكل عسكري. المهم الباحثين والعلماء وصلوا لنظريات كتير، ومن أشهرهم نظرية بتقول إن الأحلام مش مجرد شيء عارض، بل دفاعي، وحاجة أساسية بتجهز الإنسان يواجه المخاطر والصدمات والتهديدات والمشاعر السلبية. وتفسير النظرية من أول خلق الإنسان وقبل ما يفهم الطبيعة كان بيواجه تهديدات يومية واللي اتنسخت في DNA. ودور المخ إنه يجهز ويدرب الإنسان عن طريق الأحلام عشان يواجه الخطر ويعمل محاكاة. وده نوعية الأحلام اللي هي بتاعت سقوط من مرتفعات، وإنك خارق وبتطير وتواجه وحوش وكده يعني. في نظرية تانية بتقول إن المخ طول اليوم بيخزن ملايين المعلومات والتفاصيل البسيطة والمعقدة، وأثناء النوم المخ بيفلتر المعلومات وبيحتفظ بالمهم ويتخلص من الباقي، وكمان بيرسم لك طموحك اللي بتبقى صعبة عليك تنفذها في الواقع، وده بيعمل حالة من التوازن. نظرية كمان بتقول إن الأحلام وأثناء تنظيم المخ اللاواعي للذاكرة بيبقى فيه نشاط مع الجزء الواعي للمخ، فاللوزة الدماغية ما بتبقاش فاهمة إيه اللي بيحصل، فتستغل الحالة دي وتعمل قصص وصور في شكل الأحلام. وهناك حوالي 15 نوع من الأحلام، منها اليقظة والملحمية والتقدمية والمتكررة والكوابيس والنبوءة والإشارة، وهنتكلم عن أكتر 3 انتشارا. أول واحد فيهم الصحيان الكاذب، ده تقريبا حصل مع الغالبية. بتحس انك متأخر على شغلك فتقوم تاخد شاورك وتجهز هدومك، وانت بتلبس المنبه يرن وتكتشف انك بتحلم.
في بقى الحلم الواضح أو اللوسيد دريم، وده اللي بتنفصل فيه عن الحلم، بتبقى مدرك إنك على سريرك وعارف إن كل الأحداث مش حقيقية وإنها مجرد حلم، فبتقدر تتحكم فيها وبدايتها ونهايتها. هنا بقى تقدر تتأكد بطرق معينة إذا كنت بتحلم أو لأ. حسب كلام العلماء إنك تقدر تحاول تركز على اسم كتاب وتقراه مرة واتنين، أو تركز على صورتك في المراية، أو إنك تلمس إيديك الاتنين ببعض. نوع تالت من الأحلام وده اللي بيعتبر الأسوأ، وهو شلل النوم المؤقت أو الجاسوم، وأكيد لو ما جربتوش فوارد إنك تجربه، ودي حالة زي الكابوس اللي قلته في أول الحلقة. الموضوع إن عينك بتفتح قبل جسمك، وبتاخد ثواني أو دقايق لحد ما أعضائك تستقبل الإشارات اللي بيرسلها مخك، وده لأنك لسه في مرحلة الرم، وهو ده الجاسوم، وملهوش علاقة لا بجن ولا بعفاريت زي ما هو معتقد عند الغالبية، وموجود كتير في الثقافات الأخرى بأسماء واعتقادات مختلفة. وأخيرا العلماء عملوا إحصائية عن أكتر الأشخاص عرضة للجاسوم بصورة متتالية، وهم اللي عندهم نوبات هلع أو مرضى ثنائي القطب أو تشنج، بيغفوا وبيناموا على نفسهم في أي مكان. المهم نام بانتظام عشان الساعة البيولوجية لكل عضو، وما تنامش على ظهرك فترة طويلة، وقلل من شرب الكافيين ومنبهات قبل نومك لأنها بتفضل في الجسم 8 ساعات. بلاش الإفراط في الكحوليات والأدوية المهدئة، ولو انت رياضي الأفضل تمارس الرياضة قبل نومك ب4 ساعات، وبلاش النوم على شاشة التليفون عشان الإشعاع الأزرق، ولو هتخطف قيلولة سريعة كده ما تزيدش عن نص ساعة بالنهار. أما بقى لو شخص بتتنرفز فليه كله رايح، نام في جو هادي ومضلم وشغل مزيكا واسترخي. ولو انت أكيل بلاش تاكل كتير قبل النوم، على الأقل كده ب4 ساعات عشان جلوكوزك ما يعلاش. ولو انت بتشخر وانت نايم وقمت مفزوع فده عقلك بينبهك عشان تتعدل وتغير نومك، لأن أثناء نومك الحلق والمجرى التنفسي بيكونوا مقفولين، وده بيعمل اضطرابات وممكن أزمة قلبية. تقولي ليه كل ده؟ أقولك عزيزي، ده عشان عكس ده بيأخر ويقلل إفراز الميلاتونين مسؤول عن النوم، وما قالكش إنه مش هيحصل لك الجاسوم بعد كل ده. دي كانت نهاية الفيديو. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعمونا بنشر الحلقة وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتتابعوا صفحة الفيسبوك. شكرا على المتابعة. سلام.